السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي اختيار السلالة، لأن الناس ياما بتشتري سلالات ومش عارفة تختار الأم ازاي. فأنا هنتني معاك إن شاء الله لغاية لما أخليك تختار سلالة كويسة. تختار 3 صفات مثلا في السلالة، لو جبتهم يبقى خلاص كده السلالة تبقى 100 100 معاك إن شاء الله، وهتدي معاك تحويل وهتدي معاك شغل كويس. لأن اللي أنا هتكلم فيه ديت من أهم حاجة في الأرانب برضه. اللي انا هنتكلم فيه ده عشان هو ده اللي هيخليك تكمل في مشروع الارانب ان شاء الله، ويديك تكون كويسه معاك. فانا معاك لغايه لما تبقى معلم في اختيارك للسلاله، تعرف تنجي سلاله كويسه، لان دي اهم حاجه في المشروع يا جماعه. بس عشان نبقى واقفين مع بعض، والله العظيم اهم حاجه اختيارك في الاول خالص للسلاله. لان انت ممكن تروح تجيب ارانب ابو معتز، تمام، ماشي، تزهقك في مشروع الارانب، تخليك تصفي المشروع ديت، وبعد كده بتقول ايه ده مشروع فاشل ومشروع وحش ومشروع مش عارف ايه. انت كان اختيارك في السنه الاول كان غلط، ان انت راجل ما كانش عندك خبره، ماشي، رحت لواحد هي دي السلاله اللي عندي، مش هنقول الناس بتنصب والكلام ديت، كل واحد ربنا اعلم به بنيته، بس انت رحت هو دي السلاله اللي موجوده عنده واداها لك. فانت لازم يكون عندك خبره ومعتز في اختيارك للسلاله، بالذات الناس اللي عندها يا جماعه اللي هم لسه مبتدئين. لازم تمشي تنقي سلاله صح، لازم تروح لناس، اي حد بقى قريب منك بس يكون عنده سلاله كويسه ومعتز تاخدها منه، لان هي دي اللي هتخليك تكمل في المشروع بعد امر ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو يصلح حالك وينجحك فيه. لان انت ممكن زي ما احنا قلنا تجيب واحده ارنبه تكرهك في الارانب كلها، وتخليك البطاريات اللي انت اشتريتها بالوفات تبيعها، والمكان اللي انت وضبته، ماشي، كل دي فلوس تروح عليك بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ اختيار السلاله الغلط. احنا هنقوله على بعض الحاجات ابو معتز اللي الناس عايز تعرفها. انا مثلا عارض شويه شغل ابو معتز، الشغل ده من 3 شهور، في حاجات 3 شهور و10 ايام، عشان بس ناكده في العمر، في حاجات مثلا 3 شهور و10 ايام، وحاجات اقل من 3 شهور ايه يجيب 10 ايام برضه في الشغل اللي انا اللي انا عارضه ده. فهنوريكم الحاجات اللي في الارانب دي ايه اللي هي مثلا حاجه كويسه اللي تخلي الارنبه تبقى معاك حلوه، لان هي برضه الارنبه ابو معتز في في المواصفات. ممكن نختار مواصفات كويسه تبقى هي يعني ايه 70% في نجاحك في المشروع بالنسبه للمواصفات. عندنا مثلا ارانب، في ناس بتقول لنا الارانب بتولد خلفتها ابو معتز ميته، الام بتولد خلفتها ميته. ليه؟ مثلا الموضوع ده برضه هيقول انت دخلت في موضوع تاني، لا، الموضوع ده يخص اللي انا اقول لك عليه في اختيارك في السلاله. لان الام ده يا جماعه بيخش عليها ذكر مفرود، واخد بالك يا ابو معتز؟ ذكر ريحه طويل، ذكر الشاسيه بتاعه كبير، فبيخش على ام قليله، فبيحصل اختلاف للاجنه في الرحم بتاع الايه؟ في رحم الام. في هنا الخلفه بتيجي الام والدها ايه ميته، يا اما تولدها يوم الولاده ميتين، يا اما بتولدها قبل ايه؟ قبل يوم الولاده بكذا يوم ميتين، بسبب ان الام مش مفروده والذكر كان مفرود، وبتاع خلفته كده كده من طبيعتها بتبقى مفروده فين؟ في الرحم ابو معتز. احنا عايزين ام مفروده. عندنا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، احنا جايب لك ايه من كل السلالات ابو معتز دي حاجات مختلفه، زي ما قلنا الوان مختلفه واعمار مختلفه. انا امسك اول حاجه في ابو معتز في السلاله دي، اهم حاجه في السلاله، اهم حاجه هي اول حاجه ظهر السلاله. لو ظهر ابو معتز فيه كتل عضليه في الام دي، هتبقى صحتها حلوه معاك بعد الولاده، لان اكتر وقت الام بتتهز فيه هو الوقت اللي بعد الايه؟ الولاده. اللي بعد الولاده، الله ينور عليك. لان الام بتبقى مع الحمل والكلام اللي فيه دهون وفيه ميه في جسمها، فتلاقي الام صحتها حلوه، اول ما تولد كل دي بينزل، الام بقى تنكشف على ايه؟ على حقيقتها ابو معتز. تمام. لو هي ام من الاول لها عندها كتل عضليه وظهرها محمل، فالميه ده تنزل، بس هيستنى الكتل الايه؟ العضليه بتاعتها، وتلاقي الام صحتها كويسه معاها. طيب لو هي ام من الاول اصلا ظهرها ضعيف ومسلسله، كل دي ايه؟ هتنكشف، هتيجي مكشوفه بعد الولاده. ادي ده اول حاجه اللي هو الظهر. وطبعا الظهر دي لما يكون عريض لوحده كده تلاقي القفص من ورا عريض، لان الايه الشاسيه بتاعه عريض، منها تلاقي كده القفص ايه عريض. القفص ده لما يكون عريض بيبقى زي اسمه الصندوق بتاع الولاده. الصندوق ده ابو معتز اللي ورا ده اهو، تمام، جاي في الكاميرا، واضح. الصندوق ده ابو معتز كل ما يبقى عريض يبقى ده الايه؟ الصندوق بتاع الخلفه. تاخد معاك ايه؟ خلفه كتير، الخلفه تبقى مستريحه في بطن الام ما يحصلهاش اي مشاكل ايه؟ صحيه، لان الخلفه واخده راحتها ايه؟ جوه الرحم، لان هي في زي ما احنا قلنا ايه؟ صندوق واسع شايل الخلفه. طب لو الصندوق ده لو ام كنزه من هنا، اصبح الصندوق ده ضيق على الخلفه، يحصل للام مشاكل.
طيب ايه الحاجه الثانيه؟ طول الام ابو معتز. يعني مثلا نمسك الام دي اقل من 3 شهور. الام لازم تكون طويله. فيديو شغال معاك؟ تمام. الام دي لازم تكون طويله ابو معتز. دي ديت اللي هي 3 شهور الى 10 ايام، 3 شهور الا اسبوع. لازم تكون الام ايه؟ طويله معاك كده. حاجه مثلا زي دي كده 3 شهور و10 ايام. بص يا ابو معتز اهي. اللهم صل على النبي. طول الام ابو معتز. بسم الله ما شاء الله. طول الام. حاجه مثلا تاني زي دي كده. اللهم صل على محمد. دي صغيره خالص بقى، هي باين عليها اصلا. لان اهي ام لازم تكون طويله. بالك بقى ديت بقى لما تكمل ابو معتز 5 شهور. يعني الحاجات دي كده لما تكمل ال5 شهور طب حاجة تانية. هتبقى حاجه تانيه. احنا هنا يا جماعه بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في طول الارنب. الارنب لما يكون طويل ايه اللي بيحصل؟ اهو. يبقى انا جبت الايه؟ جبت الشاسيه بتاع الذكر اللي هو طويل، حطيته على ايه؟ حطيت الاجنه بتاعته في الشاسيه الطويل دي. فيصبح هنا ايه؟ الجينات بتاعت الذكر دي بتجيب خلفتها طويله. خدت بالك يا ابو معتز؟ تمام. الخلفه بتيجي طويله منين؟ من الجينات بتاعت الذكر، فبتخش على جينات هي الام هي كمان عندها الجينات اللي هي اللي هي ايه؟ اللي هي طويله في الجسم. فبيقوم الرحم بتاعها بيترص فيه الخلفه مستريح، الشاسيه طويل، الخلفه مترصصه جوه، مفيش اجهاد على الام، الصندوق بتاع الولاده من ورا عريض، وكل دي بيريح يا ابو معتز. بيريح الام طبعا. بيريح الام. يبقى الام دي معانا كده، يبقى احنا كده قللنا نسبه الايه؟ الاجهاض عند الام، ونسبه الخلفه اللي بتنزل ميته والكلام ده كله، وفي نفس الوقت التحويل ابو معتز. بتجيب معاك عدد كمان. بتجيب معاك عدد. وفي ميزه حلوه بقى في الام الطويل. الواحد بيشوف الام بيلاقي بطنها قد كده. ماشي؟ وساعه ما تولد تلاقيها والده بال 12 وال 13 وال 14. هي طويله، الخلفه مش باينه فيها. ادي دي ميزه. الميزه الثانيه اي ام طويله، اي ام طويله ابو معتز مش هتلاقي فيها كرش. بص مسح. بص مسح. مش هتلاقي كرش يا ابو معتز. مفيش كرش. مفيش كرش. امال الخلفه ما فيهاش كرش زي ما انت شايف كده اهي. دي بسبب ايه؟ بسبب ان الارنب دي طويل، في كتل عضليه في ظهره بيوزن معاه. الحاجه الثانيه الارنب دي بيوزن معاه عظمه كبير. خدت بالك يا ابو معتز؟ العظم بتاعه طويل بيشيل لحم ياما حسب بدل الارنب اللي هو كنز. الارنب الكنز كنز ما بيوزنش. بسبب ايه؟ بسبب قله العظم فيه، بسبب قله اللحم فيه. هتقول لك يا عم ماشي ممكن يكون ارنب كنز وظهره مليان، ما هو بس هو كنز بس ظهره ايه؟ طول كده مثلا، الحته اللي فيها اللحم طول كده. هتلاقي الثاني الحته طول كده اللي هي فيها الايه؟ اللي هي فيها اللحم، لان الشاسيه طويل فبيشيل ايه؟ كل اللحم. الفخده بتاعته اللي ورا اللي هي رجليه عظمها طويل شايله لحم. نفس القصه في الظهر في الكذا. تلاقي الارنب معاك بيشيل لحم، تلاقي الارنب وزنه حلو. الام دي الوحيده اللي خايفه تتحرك مش عارف ليه. صغيرة. عشان لسه صغيرة. لسه صغيرة. الباشا الكبار بيطلعوا كده صغيرة. هي دي القصة ابو معتز اللي احنا بنتكلم الناس في اختيارك للسلالة يا جماعة، اختيارك للسلالة. حتى انت بص يا ابو معتز لو هتاخد بالك هتلاقي الجبة بتاعت الظهر عاملة ازاي؟ كتلة عضلية. بص مفيش شعر. ملس. مفيش شعر. شعرته قصيرة كده. ملس. تلاقي شعرته قصيرة كده. فالارنب لو شعر قصيرة دي برضه يدل ان فيه ايه؟ كتل عضلية. الحيش دي بيبقى عظم. بتصور كده ابو معتز الارنب دي هو ماشي بسم الله ما شاء الله. كتلة عضلية ظهره. هي دي يا جماعه السلاله اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وهي دي اختيارك للسلاله الحيه الطويله اللي 100 مش عايزين نطول برضه على الناس ابو معتز فينا. احنا وصلنا المعلومه للناس. يا رب يكون في الناس واستنونا في فيديوهات ثانيه جديده. احنا وراكم ان شاء الله، ورا الناس المبتدئين لغايه لما يتعلموا ازاي يربي ارنب. بتاع ما بنتكلمش على السلاله بس عشان الناس اللي تطلع تقول لك انت ما بتتكلمش غير على السلاله. لا، راجع فيديوهات هتلاقيني بنزل لك معلومات كتير غير السلاله. بس هي ديت من ضمن المعلومات المهمه اللي انت راجل بتشتري الارنب لو طلع وحش معاك هتصفي، طلع حلو ربنا يكرمك وتكمل. كل حاجه برضه الله سبحانه وتعالى، بس برضه ايه ربنا ياخدها بالاسباب. هي دي السبب من الموضوع. العلم النرجس لا زي ما انا قلت لكم كده المواصفات. جبت منها المواصفات دي اشتغل بقى عليها وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.